السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة نانا هوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر. بحبكم كتير في الله. كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. النهاردة هنعمل مع بعض حلويات رمضان، بس ايه فكرة رائعة للقطايف اللي متكسرة او اللي نشفت في التلاجة. هنعالجها النهاردة ونعدلها وهنشوفها تطلع معانا جميلة ازاي، وزي ما تكون فريش وجديدة وطعمة وجميلة وطرية طرية ومقرمشة الاتنين مع بعض. اهي ما شاء الله معانا نشوف مع بعض هنعمل ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كان عندي قطايف، يعني هي كانت نص كيلو، عملت ربع كيلو وفضل النص كيلو ده في التلاجة يومين كده أو يومين 3 كده يعني. وطلعت معايا كده، بقت متكسرة ومش عايزة تقفل وكده، فقلت لا لازم اعالجها بقى بطريقة حلوة كده. جبت طاسة على النار، طاسة جرانيت. اهم حاجة طاسة غير لاصقة، ولو لاصقة بتدهنيها بشوية مادة دهنية. هنسخنها كويس وبعد كده نوطي عليها النار، وهنرص القطايف بتاعتنا دي، هنرصها في الطاسة على ظهرها والوش يبقى فوق، وهنجيب بخاخ وهنبخها مية. الطريقة دي بعملها برضو في العيش، لما بيكون العيش البلدي لما يكون نشف شوية. وبعدين هنغطيها حوالي من 5 ل7 دقايق. تمام. وبعد كده هتطلع معانا بقى طرية وفريش وجميلة، وهتتحشي بكل سهولة. تمام كده. هو الافضل طبعا ان القطايف اول ما تتجاب تتحشي على طول، وتشيليها في كيس، تشيليها في الفريزر، تشيليها في التلاجة لتاني يوم، وهتبقى معاكي روعة. لكن لما بقى يحصل كده ما تقفلش معانا وتتكسر وكده، عشان احنا ما حشيناهاش على طول، نعمل الطريقة دي. اهي ما شاء الله، اهي بنحشيها مع بعض وطرية وجميلة، وطلعت تحفة تحفة صراحة. اهي هتحشيها طبعا الحشوة اللي تعجبك، تحشيها كريمة، تحشيها اي حاجة اللي انت عايزاه. وفي بيعملوها حادقة طبعا. اعذروني عشان صوتي يعني الحمد لله عندي شوية برد كده بسيط. يلا الحمد لله. اهي بتقفل معانا وجميلة، وبتجيبي كيس طبعا وبتحطيها فيها، اما تقفليها تحطيها في كيس على طول عشان تفضل طرية وفريش. وهنحط طاسة على النار، وهنحط الزيت وهنخليه يسخن، وهنحط طبعا عود القرفة وايه وهنحمر القطايف بتاعتنا الجميلة دي. ما شاء الله ما شاء الله. ايه، ما نرميش حاجة خالص، كل حاجة ليها حل. ربنا مدينا عقل نستخدمه بقى في الحاجات اللي زي دي. اهي خلاص كلها اتحمرت معانا اهي، وبقت جاهزة عشان نسقيها بالشربات. تمام كده خلاص. عملت الكمية كلها، هي مش كتير اصلا يعني. اهي ما شاء الله. هنجيب بقى الشربات، طبعا عارفين الشربات بتاع القطايف بيكون تقيل. تمام، يعني كمية السكر بتكون اكتر من كمية المية. خلاص بقت جاهزة معانا. وانا عاملة فيديو لشربات القطايف، انا طبعا بعمله واحطه في التلاجة، يعني عاملة كوبايتين سكر
عليهم كوباية ونص مية، وممكن كوباية مية، ممكن كوباية مية عشان ايه ما يعني يسرع في ايه في تكثيف العسل وتقله يعني. وهنرصها في الطبق اهي، وهنرش عليها كده مكسرات اهي. ما شاء الله ندوقها مع بعض بقى اهي، تحفة 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 ورهيبة اهي، ما شاء الله جميلة وطرية من طرية ومقرمشة في نفس الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.